السلام عليكم، معاكم سيد محمد صبري النسر في اخر اخبار نادي الزمالك والاهلي في ال 24 ساعه الاخيره. قبل ما نبدا، لو انت جديد اعمل اشتراك في القناه، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو 10 لايكات. قول رايك في التعليقات. وهو خرج معانا رجل اعمال اماراتي خالد الحبتور، يعني استعداده لشراء نادي الزمالك ولاعبين باللاعبين 3 مليار جنيه. يعني بالنسبه لي اصلا شركه الكوره فوق 5 مليار جنيه، فانت تشتري 3 مليار جنيه بعملة ايه؟ خلف الحبتور ده يعني. قبل ما نبدا تسألوا فين المايك؟ المايك اهو، ده المايك. مايك كل شويه يقع من ايدي فهسيبه هنا. المهم يعني خلف الحبتور دوت رجل اعمال زملكاوي، ومن السنين اللي فاتت قام مرتضى منصور كان بيقول لك الواحد كان هيشتري نادي الزمالك بمبلغ معين، بس مرتضى منصور كانش بيرضى. فهو قال كده: اشتري نادي الزمالك واخلي المستشار رئيس نادي الزمالك هو مرتضى منصور. حلو. ولا اشتري نادي الزمالك برضه يعني ده حكومه وده صعب، ده حكومي صعب اللي هو يشتريك. انت لو عايز تشتري نادي الزمالك تخش في اسهم نادي الزمالك، اشتري في شركه الكوره. شركه الكوره هتكون حاجه عادله وممتازه جدا. وفي الاخر اصلا الكلمه العليا لو اشتري نادي الزمالك كله بقى بنسبه 100%. الكلمه العليا والنهائيه الاعضاء العموميه اصحاب النادي اللي هم اعضاء الم- الاعضاء العموميه هم اصحاب النادي، اصحاب نادي الزمالك. رسميا قيمة انتقال مصطفى العش ومحمد شكري من الأهلي النادي المصري ب60 مليون جنيه. يعني مصطفى العش لعيب، يعني قطعة المفروض كان يكون في منتخب مصر. ليه؟ لعيب كوير من النوع المهاري، بيلعب بأشول، بيلعب بالجيب الشمال من ده. بقى محمد شكري باك شمال كان بيلعب في سيراميكا وناشئين الأهلي، لعيب كويس الصراحة، بس هو دايما جاله صليبي تقريبا ولا اتصاب بإصابة كبيرة فأثرت على مستواه. الخبر اللي بعد كده، بص بقى معتمد برضه في فيديو شورتس اللي فات دوت الاخير، معتمد جمال اللي هي حللت يعني مستوى معتمد جمال. يعني هو مدرب كذا، خش تتفرج عليه لو انت جديد، وانت جديد اعمل اشتراك واعمل لايك. معتمد جمال يقرر انطلاق فترة الإعداد للزمالك الموسم الجديد يوم السبت، وإجراء الكشف الطبي للاعبين على مدار يومي الخميس والسبت المقبلين وبقى قبل فترة الإعداد لإعداد يعني كان النهاردة الجمعة بعد العصر، خلي بالكم بصور بعد العصر إن شاء الله بحاول أنزل لكم بالليل يعني. يعني امبارح الخميس كان في قياسات بدنية وكشف طبي، والنهارده الجمعة في قياسات بدنية وكشف طبي. بكرة إن شاء الله هو أول يوم في العاصمة الإدارية لفترة إعداد نادي الزمالك، وربنا يوفقهم طبعا، بس مفيش جهاز فني، كل الجهاز الفني ماشي ان شاء الله. يعني موعد القرعه بتاع الدوري المصري، رابطه الانديه تعلن الاربع 5 اغسطس موعد القرعه للدوري المصري. ربنا يوفقنا يعني في الدوري دوت ان شاء الله ناخده. طب ولا ده ان شاء الله ربنا يوفقنا في الدوري دوت، بس 5 اغسطس وانت اصلا ما بدأتش الدوري، ده بكره يوم 1/8. طب جون ادوارد بعد ما مشى واتكلمنا ده في الحلقه اللي فاتت، مين بيكون مدير الرياضي الجديد اللي اتعلم الفتره الاخيره واتكلموا معاه؟ هو شيكابالا، بس استبعدوه خالص عشان هو لاعب مش اداري او مدير رياضي صريح. لا، هو ممكن يكون في يكون ايه، مدير الكوره. ومدير الكوره هو مين؟ مدير الكوره هو حارس منه عبد الواحد السيد، او تقريبا لو مش هيعينوه مدير الكوره ده الاقرب. مش هيعينوه مدير الكوره يبقى شؤون لاعبين. حلو حلو. وان شاء الله يبقى يعني مين يكون بديل جون ادوارد؟ في اسمه الطرح عمرو وهبي. عمرو وهبي قال لك انا مش حتتي، انا هبتدي يكون مدير تسويق، اعرف اجيب لك فلوس، اعرف اجيب لك ازود مداخيل ناس الزمالك الماليه، اسوق لك لاعبين، اخد نسبتي ومش عارف كده يعني. فهو مش هتقوم مدير رياضي، عنده نواقص كتيره جدا. فمين بقى اللي قريب؟ هو حسام الزناتي. هو اللي اسمه الحاج عامر حسين، اللي هو كان مدير المسابقات في الكوره في مصر، او الرياضه عموما يعني، وينظم المواعيد والبطولات ومواعيد الماتشات. كان في مشكله هو رجع حلها. حلو. ده اسمه حسام الزناتي. طب هو اشتغل بكام مدير رياضه؟ اشتغل منصب نائب مدير الرياضي في الدوري الدنماركي. يعني هو يعني شغال كده، بقول لك كده، واخد الصنعه بس من بره، يعني هيحل عقد الخواجه. مين قرب كمان؟ حسام الزناتي. انت هو زملكاوي، يعني ان شاء الله تكون هتخلص على خير. بص بقى، منصف بكرار اللاعب الجزائري المنتقل من دينامو زغرب للاهلي مده عدد 3 مواسم. قال لك اول لما جه، قال لك سبب انتقالي الاهلي مصري فريق كبير ولا يحتاج مقدمه. انا اتشرف بالانتقال اليه. هذا الفريق ينافس على الالقاب في كل المواسم، وهذا
سعي اليه معهم. يعني بيقول لك انا جاي النادي الاهلي عشان اقدم معاه اللي عندي كله واجيب اخري وافوز معاه ببطولات كبيره عشان هو نادي كبير وكده. يعني ربنا يوفقه. بص بقى، خبر من وين وين اول مره اشوف يعني دي يعتبر وين وين دي، يعني بتقول ريال مدريد خبر ريال مدريد. المهم يعني خبر من وين وين. جون ادوارد تنازل عن كل شيء قبل الرحيل عن نادي الزمالك، ولم يضع اي شروط ومطالبات من شانه اي تسبب في ازمه بينه وبين اداره نادي الزمالك. يعني بقول لك كان ليه كان بص، لما كنا بنتدرب على ملعب الكليه الحربيه عشان المعسكرات وكده عشان الماتشات، كان كل شهر بياخدوا مليون جنيه. لا، اداره نادي الزمالك ما دفعتش ولا مليون من ال 14 شهر اللي لعبوا فيها ايه على الملعب. مين كان بيدفع؟ هو جون ادوارد كان بيدفع كل شهر مليون جنيه من جيبه. فهو قال لك لا مش عايز، خلاص قام جاي ماشي. ويعني نقول الحمد لله، يعني هو الحمد لله ما ينفعش اي قضيه في الفيفا. كنت ممكن تاخد 4 قضايا، 4 فترات قيد تأديب. بص بقى الخبر ده في النادي الاهلي. بص الاهلي سيحصل على 2 مليون دولار 2 مليون 500 الف دولار ارباح من نادي برشلونه، يعني بيساوي كده بيقارب 135 مليون ل 130 مليون جنيه تقريبا. يعني النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله طالع كده بالميت، يعني قول كده 150 مليون، مش غير ده في لسه 500 الف دولار حق المشاركه. وكمان ماتش هيتذاع في اون سبورت بتتخانق، ام بي سي مصر بتتخانق، قناه الاهلي ممكن تذيعه برضه. يعني في قنوات قول من قناه قنوات، بس الاقرب مين ام بي سي مصر خشت بدماغها كده بالدماغ وقالت انا عايز اشتري حقوق بس الماتش دول. صراحه الماتش يكون جامد. وكمان النادي الاهلي كمان امبارح اول امبارح تقريبا كسب لافيينا 7-1. يعني الاهلي لاعب في الوديه الاولى اما لاعب النصر التعدين في القاهره، كسب 5-1 دخل في جول. 5-1 ضد لافينا دخل في جول. يعني ده بيدخل في جوان اهو. يعني ممكن دفاعيا ما بيكونوش كويسين. المهم يعني مين كان في التشكيله؟ حارس المرمى مسيحه 4 في الدفاع الدبيس ياسين مرعي الجزار كريم فؤاد. خط الوسط احمد رضا قفشه الساعي. في الهجوم محمد عبد الله بن شرقي اخطاي. مين سجل الاجوان؟ بن شرقي تقريبا سجل جونين. بن شرقي سجل محمد شريف جراديشار علي محمود وكريم فؤاد. طبعا كسبوا 7-1. طب في لاعب اتصاب، اللاعب الجديد الناشئ الصاعد جاي من انبي واقطاي عبد الله جاله اصابه في قدمه خلال وديه لافيينا منعته من استكمال لقاء. عنده استكمال لقاء ايه؟ عنده استكمال لقاء لافيينا اللي خلص بسباعيه النادي الاهلي 7-1. الاهلي كمان قدام في مصر، ايوه هيلاعب قدام بترول اسيوط الصاعد الجديد للدوري الممتاز يوم 5 اغسطس الجاي دوت. يعني بقول لهم اختار، يعني لازم لسه ما بدأش. طب بص بقى اخوان بتزيرة تمام كده، اخوان بتزيرة هيهرب تمام كده. بص بيقول لك ايه، حاول اقرب بس التليفون. اللاعب لا يزال متواجد حاليا في البرازيل. السبب عدم عودة اللاعب إلى مصر بتحويل متأخرة من الزمالك. محامي اللاعب ووكيله مدفوع كان يقع يا جدعان. اللاعب تجاهل الرد الاتصالات مسؤولي الزمالك المتأخرة من الفترة الأخيرة. الزمالك أرسل خطاب اللاعبين. الزمالك أرسل خطاب اللاعبين المسؤولين الزمالك الفترة الأخيرة. وعد العودة للقاهرة. حسين السيد عضو مجلس الإدارة ووعد بتوليه المهمة إنهاء أزمة بتزرع والعمل السياسي بمستحقات اللاعب فيه. يعني مين اللي مين اللي هيكون متولي قضية بتزيرة أو أزمة بتزيرة أو حسين السيد حاليا؟ كانوا أقول لكم مين هو مدير الرياضي النادي الزمالك المؤقت؟ هو حسين السيد لغاية ما يشوفوا مدير رياضي جديد. وحاليا بيردش ليه؟ مش كل مستحقاته بتزيرة واخدها بنسبة 100%، يعني ما ينفعش يهرب. اللي فلوس بال مين؟ الفلوس دي محاميه والوكيل بتاعه. يعني هو ماله؟ لما يجي هو يا جدعان هو ماله؟ وهيلعب عشانهم ولا عشان احنا؟ كمان ايه بعد ما مشي جون ادو قال لك بقى مشيع العروض اللي جات له او يفضحهم يعني. القاهرة 24 أعلنت رسميا إخوان بتزيرة تلقى عرضا مؤخرا من نادي شباب الأهلي الإماراتي. الزمالك اشترط الحصول على 6 مليون دولار لبيع اللاعب. يعني الزمالك رسميا بيقول لك أنا عايز 6 مليون دولار عشان أمشي اللاعب. طبعا مش الأهلي، لما الأهلي لا شباب أهلي دبي ده في الإمارات.
وكان رسميا برضو رسميا الدوليين هم عاشور، منى عطية، مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم. اللعبة الدولية رسميا تنتظم في تدريبات النادي الاهلي. زي ما هربتش ولا واحدة مش بتنتظم يعني في تدريبات النادي الاهلي مع الكابتن حسين عمودة. عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي الزمالك، محمد تيتو مدير إداري فريق كرة القدم يعتذران عن استكمال مهمتين مع نادي الزمالك. خلي بالك عبد الناصر محمد هو اللي كان بيعرف يظبط أوضة اللبس، مش معتمد جمال ده أولا. ثانيا محمد تيتو دوت يعتبر هو واخد حمل كبير من أزمات نادي الزمالك، هو اللي كان مخلصها مش جون إدوارد، خلي بالكوا يعني. وكان مساعد جون إدوارد برضه. يعني بص الخبر دوت رسميا الليبي علي يوسف مدافع نانت ضمن المرشحين لديهم خط الدفاع، لكي الأمر يعتمد أولويات حسم ملف محمد علي بن رمضان، ثم تفكير في ضم محترف جديد. أو الليبي علي يوسف مدافع نانت، مدافع كويس، لا سي في عالي، سي في قوي، مدافع صلب، مواصفات قوية جدا. ثانيا ايه تاني، هو هيجوه في حالة واحدة لو محمد علي بن رمضان راح الشمال القطري. ايوه الشمال القطري. طب العرض ايه؟ المشكلة ان الشمال القطري عايز يدفع مليون و700 الف دولار، والاهلي عايز في كام؟ في 2 مليون دولار. ايه الفرق بس كده؟ ده لو مشى هيجيب المدافع علي يوسف الليبي. ورسميا ايه هو في ده خبر. المهم انتهى كده اخبارنا لغايه هنا. وقبل ما تطلع من الفيديو، لو انت جديد اعمل اشتراك. ده اشتراك اقسم بالله يا جدعان، المشتركات كلها بنسبه 100%. يعني مفيش حد عنده القناه، كله من بره القناه مش مشتركين. والله العظيم كله في اشتراك. زي وصلنا 1000 مشترك بالسهوله يا عمي، 200 100 150 مشترك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك عشان اوزع الحلقه دي 10 لايكات. لو قول رايك في الفيديو، في التعليقات. وسلام.